السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بنات الشرفة. ان شاء الله تكونوا على خير. الاحباء ديالي كنشكركم بزاف، كنشوف لي كومونتير ديالكم، بارك الله فيكم، الله يسهل عليكم. هاد الكلام الزوين اللي كتقولوا لي، كتزيدوا تحفزوني، كتزيدوني ما شاء الله نزودكم بالمعلومات. ان شاء الله اليوم غادي نهضر لكم على الاميره الفقيره. شكون هي لاله الفقيره؟ شكون اللي كتعاد تكون عنده لاله الفقيره؟ شنو العلامات اللي كتكون عنده لاله الميره الفقيره؟ يعني كما كنشوفوا ان كاين شي حوايج اللي ما كيتقالوش، اللي معروفين سبعه الملوك. كنقولوا الخفايا ديالهم ما يعلم بها غير الله سبحانه وتعالى. حنا عمرنا ما كنقولوا شي حد زعما انت ما عارفش ان هذا الحال ولا هذا العالم كيتطلب خبره وكيتطلب علم، ولكن راه ماشي كلشي بنادم يكون عنده كلشي، فهمتي؟ ماشي كلشي بنادم غيكون عنده رجال الله، ماشي كلشي غيكون عنده داكشي كامل. يعني كنشوفوا واحد اخرين متصنعين كيقولوا عليهم الشرفه، هما حاشا ولله يكون عندهم شي سلاله ديال الشرفه. الحمد لله راه بنادم كيتعرفوا مناسمهم على وجوههم. راه لي شريف واللي عنده بركه راه كيخاف الله، راه كيصلي، راه كيصدق، راه كيعرف بينه وبين الله، راه كيخدم رجال الله بالنيه والصفا وبلا حتى شي رجال الله. كانه هو شريف من غير العالم الاخر، انه شريف وعنده كما نقولوا من اصول الشرفه ديالو. دابا ما تبقى ولا غير فلانه فلانه هذه كتبغي هذه. يعني شوف كل وحالو كله كيدير. كاين اللي حالو رباني، وكاين اللي حالو شيطاني، وكاين اللي حالو رهباني. شكون هو داك الحال الرهباني؟ اللي كيبين راسو راه كيعرف بينه وبين الله. هو راه عنده جوج وجوه اللي عنده. كان عندي حال رباني وكنعرف نصلي وكذا كذا، وما اكثرهم السحر عياذ بالله باش كيزودوا الواحد وباش كيتثبتوا كيديروا راه ما كنصلي وكيقرا واحد شويه القران وكذا باش هذاك الكليان وداك السيد تقول لا هذا راه كيخاف الله، لا هذا راه كيصلي، لا راه بصح هذا راه شريف. هو ما راه شريف لا شريفه لا والو. هذاك الشيء انسان خاصو تتعامل معاه وتشوف الخدمه ديالته وكيفاش كتخدم خدمته، حيت اللي كيديكم طريق الشر وطريق الشرك والطريق اللي ما لا رجعنا منها راه ما شريف ما والو. شي اللي يحارب معاك في سبيل الله راه ما شريف ما والو، ما شريف ما والو. وخا دابا شي الموضوع ديالنا انا كعطيته بين قوسين، وانا اللي غادي نطلب من المتابعين ديالي اني بارطاجيو وتعمل الاستفاده. راه كتشوفوا راه ماشي كاين ما يتقال، ولكن انا ما كنحس بزاف فيديوهات ماشي بحال كنولي مثالي ندير شي حوايج. انا كنبغي نهضر في الملوك، نهضر في رجال الله كذا كذا. وان شاء الله مازال الايام القادمه اللي غنهضر لكم ان شاء الله على الشرفاء الجزاره وكيفاش نتقادوا معاهم، وكيفاش نعرفوا بين الربانيين وبين الشيطانيين وبين العوارض وفرقهم ما بينهم وولاد بالاحمر. هذا كموضوع اللي غادي نعطيه لكم، وغادي ندخلوا في الموضوع. لاله ميرا الفقيره، يعني كنقولوا لاله ميرا الفقيره راه باينه لاله ميرا الفقيره يعني مولات الذكر مولات الصلاه، الاخت ديال الحاجه الملكه. لاله ميرا الفقيره الاخت ديال الحاجه الملكه، نفس الرحبات صحابات، نفس التوب، غير ما كيجيوبش نفس سميتو. لاله ميرا الفقيره هي ملتزمه، راهي بحال حاجه ملك. حاجه ملك كتبغي الدم، هي لا، هي واحد الانسان اللي كنقولوا ملتزمه كتبغي تذكر الله صافي. يعني اللباس ديالها كله بيض، عينيها ما كيبانوش، عينيها ما كيبانوش، كتبغي تذكر الله الصلاه. هي بطبعها كتحضر حتى مع الحمدوشيه، كتحضر نهار الخميس وكتبقى حتى نهار الجمعه، مع العصر كتخرج. شنو هما العلامات ديال الاميره الفقيره؟ وباش نعرف عندي الاميره الفقيره كاين علامات كثيره، منها قبول رهيب، قبول رهيب. منها تبغي اللي في هاد الملكه ولا كنقولوا حتى اغلبيه هاد الملوك ربانيين ما كيكونوش داخلي، كيكونوش داخلي، كيكونوا خارجيين. راه الناس اللي غيفهموني. هاد الاميره الفقيره كتبغي تذكر الله وكتبغي العماره، كتحضر في المجال تذكر الله وتبغي الفقه وتبغي الخير وتبغي صداقات وتبغي تذكر الله وتبغي الامداح. هذه هي الاميره الفقيره مولات الزاويه الحنينه. انا نجيكم نهضر اللي بغى يعرف اش عندو الاميره الفقيره. ديما كيحلم شي مرا لابسه الابيض ملتزمه كتكون في الزوايا، اولا كتكون معاه ديما غاده معاه. هذه ماشي الحمدوشيه، ديما غاده معاه، خصوصا تكون شي بلاصه تكون فيها ربانيه. ممكن تشوفوه كما قلت لكم في الزوايات، ديما كتشوفي بحال المراه او كترقيق او لابسه الابيض او لابسه التسبيح
بعض المرات كتجي لابسه الابيض ولا لابسه الخضر. لاله ميرا الفقيره ربانيه، يعني الا كانت عندك هاد الملكه كون اكيد باذن الله، ولكن انت كانك عارفه عندك وكنتي ملتزمه وكتصلي وكدير قيام الليل وكتصلي صلاه الفجر وكدير الاوراد ديالك اللي هي اصلا كتحضر بالاوراد ربانيه. ما قلت لكم البنات الاخوان، هي لما الفقيره كتحضر باوراد ربانيه. يعني بالطبع انا ما غاديش نكتب هاد الكشوفات، ولكن نتوما غادي تكشفوا على نفسكم. عطيتكم العلامات اللباس ديالها، هي كتعشق الزوايا، تعشق الزوايا اللي دير فيهم ذكر الله، كتحب المجالس اللي ذكر الله. زعما ما شاء الله اللي عنده هاد الاميره الفقيره كون اكيد ما غاديش يتاثر بالعين وما يتاثرش بالسحر وما يتاثرش خصوصا اللي قلت لكم كنت زعما العين راه ما كتعلقش ان عندك الجواد ما غتسبكش على العكس، راه كاينين الجواد اللي كيجيبوا لي العين كاين اللي لا، على حسب اشنو هذاك شنو داخلك، واش عندك نويراتي ولا عندك كنقولوا الملوك من الجدره ديالك. على العموم انا حاولت كنعطيكم ما هي يفيد. اللي غايقول لي واش كتبغي حتى هي بحال هكا كدا، شوفوا راه لا الحاجه ملكه راه الشرف ربانيين، هذاك الشيء اللي كيديروا اليوم دابا اللي دابا غنهضر لكم عليه. يعني هادوك دابا اللي كيديروا مثلا الحاجه ملكه، الاسم ديال حاجه ملكه، يديروا لها اللعابات ويديروا لا حاجه ملكه. الناس بصح عندهم الحاجه ملكه، الناس اللي عندهم حاجه ملكه ولا عنده لا ميرا الفقيره حتى انا الفقيره ما عارفينش خدمتها، مازال ما معروفيش، ماشي ما هي كاينه ولكن ما كتكون عند الناس اللي بصح متاقين الله، كيديروا الاوراد كيديروا كنقولوا الامور ديالهم الروحانيه. هذه ملكه روحانيه راه عندها حتى علاقه بالله فاطمه الزهراء الصحابيه، راه ماشي من ولا يقول لك انا عندي ربانيين ولا عندي ملكات، ومازال غنجيب لكم ملكات ماشي غنقول لكم من راسي، راه هادو ملكات وانتم ان شاء الله ما من طبعكم وانا غتولي الهضره ديالتي غتقولي اختي راني شفت ولا درت ولا كذا ولا الاحساس ديالك، حيت هاد الملكه كنقولوا ماشي وحده تكون عندها لا ميرا الفقيره. كما قلت لكم حاجه ملكه دابا دايرين هذاك الشيء دابا حد الناس اللي ما كتسمع على راسهم الشرفاء وكذا ولا مقدميه وما مقدمين ما والو كيديروا نصابه كيضحكوا على عباد الله، كينصبوا على عباد الله بان تكون عندك ملكه خاصك حاجه ملكه خاصك ديري لها اللعابات، خاصك ديري العكس. حاجه ملكه هي كتبغي شي مستور، هي الملكه الوحيده كتبغي شي مستور، ما كتبغي اللعابات لا والو، هي كتبغي الفقيرات المداحات. شكون هما المداحات كيذكروا الله وصويدقه ويكونوا ناس منهم الشان نقيين حاجين، ماشي تقول لك انا عندي حاجه ملكه. حتى لا ميرا الفقيره حتى هي كدير ليها هذاك الشيء مع الفقيرات، يعني مع المداحات اللي كيذكروا الله، كيكون البخور ديال الطيب، كيكون واحد الاستحضار الروحاني واحد الاستحضار رباني. يعني مادام دابا راه داكشي دا ولا شي في التيك توك ولا كلشي كيقول لك كذا كذا كذا، هذاك الناس الله يهديهم وكنطلبوا من الله يعفو عليهم. انا ما كنعممش كل وحاله كله حاله، واللي الله يدير لي فيها الخير والله يفرج، الله يدير لي فيها الخير والله يفرج الجميع يا ربي. البنات اللي كيبغيو يتواصلوا معايا في امور روحانيه، القبول والابطال وعلاج بالرقيه الشرعيه، مرحبا بكم والف الف مرحبا. انا غنخلي لكم النمره ديال التليفون ديالي، تواصلوا معايا مرحبا والف الف 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 مرحبا. سمحوا لي اللي مثلا كيدوز عندي كيبغي واحد استشاره وانا هذاك الشيء ما خاصنيش ندخل فيه، كاين شي حوايج انا ما خاصنيش ندخل فيهم بدون حرج. الا كنتي محتاجه شي سؤال الحمد لله راه الناس كيدوزوا عندي راني كنوريهم فين يمشيو فين يجيو اللي قات استطاعتي، ماشي انا نقول لهم مثلا وحده عندها العوارض نقول لها شنو ديري كذا، هذاك خدمتي شي مساعده بسيطه راني انا غنقدر نساعدكم فيها. شي حاجه انا ما نقدرش عليها، حاجه انا ما نقدرش عليها غير سمحوا لي راني ما نقدرش عليها. انا هكا انا عندي ديريكت عندي ديريكت يعني هاكا مزيانه خايبه. اوكي بالنسبه ان شاء الله كما كنقولوا كما تعرفوا ان هذا الشهر ان شاء الله اللي داخل غيدخل فيه حسابات الزياره، الله يصلح حوالكم الله يدير في الخير الله يفك خبالكم ما كنقولوا عاجوا المسكوم. هذا هو الوقت اللي عند السحر ديال الجريه ولا السحر النازف ولا السحر ديال النفاس ولا السحر كذا، عارفين هاد الايام غادي تدوز عليك اختي
اكفس اكفس اكفس، ونطلبوا الله السلامه، ما ندوز على حتى شي واحد بحال هكا. ولكن هادو من الاعراض من كيد الشيطان ومن كيد السحاره ومن كيد الناس الحسادين كيأذوا عباد الله، كيأذوا الناس. حسبي الله ونعم الوكيل، سيكفيهم الله هو السميع العليم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا مني، ان شاء الله تكونوا خديتوا معلومات واخا بسيطه بسيطه بسيطه، ولكن على العموم انك كتستافدي، على العموم انك كتعرفي، على العموم انك كتكتشفي شي حوايج اللي ماشي كلشي كيقولهم، ماشي كلشي كيهضر عليهم، ماشي كلشي كيتكلم عليهم. كيهضروا على الكشوفات، كيهضروا على الملوك السبع، ما كيهضروش على الملكات الربانيات الحقانيات، منات ذكر الله منات الصلاه. البنات تبارك الله عليكم. كما قلت لكم الا بغيتوا شي حاجه تواصلوا معايا، مرحبا مرحبا، بارطاجيو مع احبابكم. خليكم على خير.